السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى جايلكم بوصفة جديدة سهلة برضو، يعني من سلسلة الوصفات السهلة اللي متخليناش نقف في المطبخ كتير، وبرضو تعجب أولادنا، ويعني ايه برضو تبقى حاجات خفيفة وسهلة كده. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفتين حلوين جدا وسهلين جدا، مش هياخدوا معانا وقت خالص. مش هيخلونا نقف في المطبخ كتير. عفوا على صوتي متغير شويه، لان انا واخده دور برد جامد جدا. يعني برد الصيف ده حاجه صعبه قوي. الحمد لله على كل حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض الحواوشي. آه بصوا، بتكات كده وحاجات والله العظيم، يعني هتخليه يروح منك في حتة تانية خالص. لو هتجيبيه احسن من اللي انت جايباه من بره. عفوا يا جماعة والله العظيم، يعني انا صوتي بايظ خالص، فمعلش انا اسف. هيخليه بقى اولادك يحبوه، مش هيصدقوا ان انت عاملاه في البيت، وهيفكروا ان انت شارياه من اشهر مطاعم كمان. جبنا بقى مع بعض كده. نجهز بقى الحاجات بتاعتنا. جبنا مع بعض بصلتين كبار او وسط، يعني لو مش بتحبي طعم البصل فيه قوي. قرنين فلفل كده وسط او قرن كبير. فلفل رومي. لو حابه تحطي سبايسي حطي، عفوا. بس انا عندي اولاد اطفال صغيرين، فمش بحط سبايسي يعني في الاكل عشانهم، او ممكن اعمل نص العجينه كده ونصها كده لو حد في البيت تاني حابب ان هو ياكله سبايسي. طبعا لو عندك كبة تحطيه في الكبة، الحاجات دي تفرميها في الكبة. انا ما كنتش لسه جبت الكبة فحطيته كده، بشرته بالمبشرة. هو بيدي طعم احسن، يعني انا عندي اللي هو مبشور بالمبشرة او متخرط على ايدي. كل حاجة بيبقى ليها طعم كده ونكهة معينة. جبت بقى هنا حوالي 750 جرام لحمة او 700 جرام. عليهم 200 جرام دهن. اللحمة برضو كان عليها نسبة من الدهون، يعني ما كانتش لحمة صافية خالص. هو كده لو عايزة تعملي حواوشي بيبقى كده يعني. بيبقى اللحمة نفسها فيها دهون، وبتحطي له كمان انتي ليه ضاني لو عندك، يا بقى بيبقى حاجة تانية خالص. ما عندكيش ممكن تحطي دهن بقى عادي، يعني تشتريه من عند الجزار. الدهن ده كان عندي من الأضحية بتاع العيد، فانا كنت فرماه في مكان فهو نزل خشن كده. فتقريبا يعني نوعية الدهن او الحتة اللي انا واخدة منها الدهن دي، الدهن بتاعها ما بيسحش، او اللي هو بيبقى خشن، او المفرمة بقى نزلته كده. بصراحة مش عارفة العيب فين، بس هو يعني سح في قلب العيش وكان جميل. ده الحواوشي المصري يا جماعة، مش الحواوشي الاسكندراني، مش اللي بعجين، لأ، الحواوشي المصري. هنا بقى خلصنا الوصفة التانية اللي هي الأولانية. حطيت اللحمة والدهن والبصل والفلفل. وحطيت عليهم توابل. حطيت توابل حواوشي، بهارات حواوشي، يعني انا شاريها اللي هي الاكياس الجاهزه بتاعت ويلز. حطيت عليهم 7 بهارات، ما حطيتش الكيس كله، يعني انا يا دوبك بس بحط ايه، حوالي معلقه، معلقتين. انا مش بحب اجيب الاكياس واحطها كلها، يعني انا باخد النكهه بس، لاني كمان لقيته سبايسي، فانا ما حبيتش ان هو يبقى يخلي الحواوشي كله سبايسي يعني. حطيت فلفل اسمر. وحطيت 7 بهارات زي ما قلت لكم. وحطيت برضو كان عندي بهارات حواوشي كنت شاريها سايبه من عند العطار، حطيت منها يعني حبه. حطيت مكعب مرق ملح وبس. ما حطيتش حاجه تاني. هنا بقى نعمل حواوشي السجق او العيش بالسجق. عفوا يا جماعه. هنا بقى جبت بصله وقرن فلفل اخضر رومي وطماطمايه، وخرطتهم كلهم مكعبات. وقطعت السجق بالمقص قطع. يا ريت يبقى السجق متلج. السجق ده انا جايباه جاهز، اللي هو اكياس حلواني، نوعه كويس قوي، ويعني جربته في كذا حاجه كويس وطعمه كويس. مش اللي هو اللي انا جايباه من عند الجزار، فهو مفيهوش دهون خالص. فانا حطيت له بقيت ايه، حوالي برضو 50 جرام او 100 جرام دهن من اللي كان معايا. طبعا عشان برضو يسيح في العيش ويدي له طعم. هو الحواوشي يعني دهون، هو اصلا بيبقى كله دهون لو احنا حتى جبناه من بره. هنعمله بقى، هنحشي العيش زي ما انتوا شايفين كده. هنخلي طبعا النسبة دي زي ما انت تحبي، تخينة او رفيعة. يعني السمك بتاع اللحمة في قلب العيش ده زي ما تحبي. انا خليتها وسط، يعني ولا رقيقة قوي ولا تخينة قوي. هحشي بقى الكمية كلها. ما شاء الله الكمية عملت لي يعني هما كانوا حوالي 800 جرام لحمة، على يعني لحمة بالدهون. ما شاء الله عملوا لي كمية كبيرة. اعمل لي حوالي اكتر من 12 رغيف مليانين، يعني انا ماليه العيش. هنا بقى حطيت له جبنه.
جبن مبشوره من اللي بتسيح، اللي هي الموتزاريلا على شيدر كده. وحشيت لي رغيفين كده، لان انا مش كله هنا في البيت بيحب كده، يعني انا جوزي ما بياكلش الجبن دي خالص، فانا عملت على قدي بس. هنا بقى نحشي السجق مع بعض. بصوا اهوت. آه، حطيت له برضو السجق بهارات، عشان السجق اصلا مبهر يعني زي ما كلنا عارفين، بس عشان ابهر الخضار اللي معاه حطيت له ملح وفلفل، ملح وفلفل اسمر، 7 بهارات، بهارات لحمه، بهارات حواوشي، وبس. طبعا انتي ملحك ده بتظبطيه بايدك. طبعا بقى انا كنت ناويه، انا جايبه الصينيه دي وناويه ان انا كنت اعمله على البوتاجاز، ما كنتش هولع فحم ولا اي حاجه، كنت هولع له فحمايه كده في الاخر واديله طعم الفحم وخلاص. لقيت جوزي جاي من بره، لما لقاني بعمل حواوشي قال لي خلاص انا هروح اولع لك فحم وكده، واخده اعمله على الفحم عشان ما تقفيش في الحر كتير. زي ما قلت لك انا كنت ممنوعه من الوقفه قدام البوتاجاز خالص. فهو جه لقاني بقى ايه، اللي هو انا جايبه ميه من كل حته اصلا من قبل ما اولع البوتاجاز. فهو قال لي لا خليكي وانا هاخده انا اشويه على الشوايه. فهو اخده، ما حطلوش بقى زيت ولا اي حاجه، والنار كانت عاليه والشبكه كانت قريبه من النار. فاتحرق، فهو اتحروق كده زي ما انتم شايفين من تحت، ما كانش لسه اللحمه لحقت تسيح. فقلت له كده العيش هيتحرق واللحمه مش هتستوي. فجبنا بقى حاجة عالية شوية ورفعنا عليها الشبكة عشان ما تبقاش قريبة من النار قوي، واللحمة تستوي يعني ياخد وقته، لان النار كانت تحته عالية، وهو يعني المفروض ما كانش يبقى كده علشان اللحمة تسيح في العيش، فالعيش ما يتحرقش من بره واللحمة من جوه تفضل طرية. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر. لسه في الفيديو بتاعنا مخلص. هنا بقى هنعمل السلطة بتاعت المشويات، او الويسكي الحلال زي ما بيقولوا، اللي هي ميه السلطه. انا بقى بعملها من السلطه العاديه، هتشوفوا معايا دلوقتي. ده خضار متقطع، بص عفوا، ده طماطم وخيار، وخضار مشكل، وجزر مبشور. قطعت عليه، عصرت عليه ليمونه عفوا. حطيت معلقتين خل، او 3 يعني او اكتر زي ما تحبي طعم الخل فيه. انا مش بحب طعم الخل قوي، يعني مش من الحاجات المفضله قوي بالنسبه لي، بس هو بيبقى طعمه في ميه السلطه او الويسكي الحلال زي ما بيقولوا عليه تحفه. هنحط بقى هنا شويه بابريكا، عفوا، كمون وكزبرة وملح وشطة. لو عندك فلفل سبايسي وعايزة تخرطي عليه ممكن تستغني عن الشطة الناشفة وتحطي الفلفل السبايسي الأخضر. هنا بقى وحطيت شويه كمان من بهارات الحواوشي، كان طعمها عجبني جدا. هنا بقى انا كنت شايله معلقتين كده من البصل اللي قبل ما كنت احط عليه اللحمه، بس انا نسيت اقول لكم معلقتين ميه كده، بس اكيد انتوا شفتوا معايا يعني. معلقتين ميه كده من بتاعه البصل، احتفظت بيها. احتفظت بيها بقى ازاي، عفوا. حطيت عليها فلفل اسمر، نسبة فلفل اسمر وملح بسيطة عشان ما تعملش ريحة. بس ونزلت بقى هنا بيها على السلطة. حطيت بقى هنا كوباية مية، وحطيت بقى ظبطت الملح بتاعي. عايزة تزودي بقى المية زي ما تحبي. بصوا بقى لون المية عامل ازاي، من غير بقى ما اقطع الخضار كبير ولا احط حاجة كده، لا بصوا اهي. اعتمدوا الطريقة دي في السلطة للمشويات، والله العظيم بتبقى تحفة. هنا بقى نعمل سلطة الطحينة مع بعض. هنا خدت حوالي 3 او 4 معالق كبار طحينة، حطيت عليهم معلقتين خل. هربطهم بقى ببعض، يعني هربطهم بقى مع بعض كده، هلفهم مع بعض. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهو احنا هنربطها ونرجع نفكها، يعني احنا غاويين وجع قلب. هربطها بقى كده معايا لحد ما تربط خالص او الطحينه تخرز معايا، وبعدين بقى احط لها التوابل بتاعتها، وبعدين هزودها ميه من الحنفيه عادي، مش لازم ميه دافيه ولا الكلام ده لا. اهو هحط لها بقى توم باودر، برضو كمون وكزبره، فلفل اسمر، شطه لو انتي حابه. هتظبطي الملح بتاعها، وهتحط لها الميه، وترجعي بقى تشوفي القوام بتاعها اللي انتي تحبيه. هتشوفوها بقى معايا دلوقتي لما احط لها الميه واجي افكها هيبقى لونها عامل ازاي. هيبقى كأنك حاطه لها زبادي، هتبقى زي بتاعه المطاعم الكبيره، زي بتاعه بره بالظبط، واحسن كمان وافضل. يعني هنا بقى لما احط لها دقيق ولا عيش ولا اي حاجه، والكميه ما شاء الله، يعني من 3 معالق او 4 معالق طحينه عملت كميه ما شاء الله كبيره يعني.
هنا بقى كان جوزي بيعمل الحواوشي على الفحم، انا بقى ما روحتش تاني. يعني هو كان واخده كده بره في حته كده جنب، يعني بيت تاني جنب بيتنا، بس ايه اللي هو ايه، مش يعني تراب وكده، ما مش قاعدين فيه يعني. اللي هي زي بيوت زمان كده بني وكده. فانا بقى جيت هنا بقى ايه اعمل بقى السلطات والحاجات كده على ما يخلص، لان انتوا عارفين الحواوشي ده بيتاكل ما بيتاكلش غير سخن. انا بقى هنا حطيت الملح، ظبطت بقى الملح بتاعي. حطيت بقى كمان ميه لان انا لقيتها تقيله قوي. فانا حبيت اخفها شويه، فحطيت لها ايه حبه ميه يعني كمان. هي اخدت معايا حوالي نص كوبايه ميه. هنا بقى جبت بقى هنقدم بقى طبعا العظمه اللي احنا عاملينها. يعني بصوا والله العظيم جميله. انا بقى جبت هنا شيبسي حراق وشيبسي مش حراق. هنعمله بقى، يعني عشان اللي حابب كده ياكل كده ياكل، واللي مش حابب واللي حابب ما ياكلش حراق او ياكل، يعني زي ما كل واحد زي ما يحب، يعني ما تركزوش معايا يا جماعه. البرد والله العظيم بيعمل اكتر من كده. وبعدين موضوع الكهرباء اللي بتقطع ده، يعني والله العظيم حاجه ما ترضيش ربنا خالص. انا وولادي التلاتة جالنا كحه وبرد والله العظيم من الموضوع المروحه ده، لان بنبقى نايمين والمروحة تطفي، فولادي يعرقهم، فتيجي النور لما يجي طبعا بيجي عليهم عرقين، خدوا لطشة برد في صدرهم. يعني والله العظيم حاجة ما ترضيش ربنا خالص. طبعا بقى زي ما انتي حابة تقدمي تصفي المية وتقدميها في كاسات لوحدها، او في كوبايات زي بتاعت اللي انت شارياها من بره لوحدها عادي. حابة تحطيها على السلطة كده برضو عادي. زي ما تحبي، انا بحب اقدمها كده مع السلطة. هنحط بقى الطحينة. طريقة التقديم دي بتاعتك انت يعني، بس هو العين بتاكل قبل البق يعني. برضو لازم نتفنن كده في بصوا الطحينة عاملة ازاي. والله العظيم كأن محطوط عليها زبادي، بس انا ما بحبش احط عليها زبادي، لان انا يعني مش من عشاق الزبادي قوي، او انا ما بحبوش اصلا خالص. فانا بحب اعملها بالطريقه دي، سهله وبسيطه وجميله ومش مكلفه، موفره جدا والله. يعني اللي لو انت لو جربتيها هتلاقيها موفره معاكي قوي. اهو بقى زي ما انتم شايفين كده بقى هحط كاتشب عشان ولادي بيحبوا جدا، يعني انا ولادي من عشاق الكاتشب ومن هواته. انا كنت عامله كمان على فكره الحواوشي السجق ساده خالص من غير اي حاجه. كنت عامله رغيف واحد كده لبنتي لانها مش بتاكل عليه اي اضافات ولا اي خضار. لو كان عليه اي خضار ما كانتش اكلت منه. كان جميل برضو. بس طبعا بقى كان ناشف جدا لان ما كانش فيه اي دهون، لان انا زي ما قلت لكم الحواوشي اللي انا السجق عفوا اللي انا جايباه ما فيهوش اي نسبه دهون. بصوا بقى ده السجق. السجق ده كان اتعمل الاخر. بصوا طالع عامل ازاي ولونه عامل ازاي. تقدري تحطيه في الفرن، تدهنيه وشه زيت وتحطيه في الفرن. تقدري تعمليه على البوتاجاز. هجربه معاكم مره على البوتاجاز. بصوا ده كان طري شويه بقى لان احنا كنا طلعناه، يعني لما طلع من على الفحم لفيته على طول في الورق الفويل. فطري، يعني الحراره طرته شويه. فهو انتي لو مش حابة يبقى طري معاكي كده، هو مش كله كان طري يعني، كان اول رغيف بس. بعد كده كان جميل، اللحمة فيه حلوة جدا. نسبة الدهون لا مش كتير خالص والله ولا حاجة. طبعا دي حاجة برضو بتاعتك انتي. انك تقدري تزودي تنقصي. ما تحطلو، بس هو الحواوشي اساسه الدهون، يعني هو لازم يبقى بيلمع كده وبيعوز ايدك وانتي بتاكلي. اه بصوا. ايه رأيكم بقى؟ جربوا بقى الوصفة دي وقولوا لي ايه رأيكم، يعني طلعت معاكم عاملة ازاي على طريقتي. ده بقى الحواوشي اللي انا كنت حاطه عليه جبنة. الجبنة طلعت مش بتشد، يعني ما طلعت نوعها مش حلو، عادي، بس كان طعمها حلو يعني، كانت مدياله غناوة كده برضو في الطعم وكده. انا حاولت، هو كان ده اخر حاجة خالص طلعت من على النار، فانا ما كنتش عارفة امسكه اصلا.